النهارده هحكي لكم قصه محمد صلاح اللي كان هيترفد من شغله بسبب الاي اي، ولكن بالخدعه والمهاره تغلب على خطر الاي اي وعرف يحافظ على شغله. ومش قصدي على محمد صلاح ده، انا قصدي على واحد صاحبي تاني. محمد صلاح صاحبي وهو قاعد في الشغل لقى المدير داخل عليه ومتعصب وبيقول له قدامك 3 شهور يا تتعلم اي اي يا مالكش مكان هنا. ولكن محمد صلاح صاحبي كان واثق ان الاي اي عمره ما هيستبدله لانه فاهم قوي تفاصيل شغله. فاطمن وحط في بطنه بطيخه صيفي، بس اول ما فتح النت اكتشف ان البطيخه اللي اشتراها طلعت قرع. لقى خبر قلب العالم ان مايكروسوفت سرحت ورفضت 6000 مهندس عندها واستبدلتهم بالاي اي. بس محمد صلاح صاحبي قال لك يا عم سيبك من نص البطيخه الاقرع، خلينا في نص البطيخه الاحمر. الناس اللي اترفدوا دول مبرمجين الاي اي بيعرف يعمل شغلهم. انا راجل شغال سيلز ومبيعات وفي الامان. بس لقى خبر تاني اشد وقعا وتاثيرا، ان شركه سيلز فورس ودي اكبر شركه خدمات بيعيه في العالم مشت من عندها 4000 موظف من اصل 9000 واستبدلتهم اي اي، تقريبا مشوا نص الشركه. هنا بقى محمد صلاح صاحبي النوم طار من عينيه ويقرر انه يتعلم اي اي عشان يحافظ على شغله وما يمشيش زي الموظفين التانيين. بس محمد صلاح صاحبي اتصدم، لقى ادوات كتير جدا، ناس كتير قوي بتتكلم واغلبهم قلالات الخبره، وكل همهم مش انهم يعلموه ولكن يعملوا سبوبه من وراه. واعتقد انت عندك نفس المشكله، وده لان عشان حد يعلمك اي اي صح في مجال ما لازم يتوفر فيه 4 شروط: يكون اصلا دارس وخبره في مجاله قبل الاي اي، ثم درس الاي اي، ثم طبق هذا الاي اي في مجاله فعارف ايه اللي بيشتغل وايه اللي ما بيشتغلش، والاهم بيعرف يشرح اصلا. وعشان تلاقي شخص واحد بس في المجال بتاعك فيه ال4 شروط دول فدي حاجه صعبه جدا. ولكن ماذا لو قلت لك على مكان ما هينتشلك من التشتت وضياع الوقت وهو دور بدالك وجمع لك كل الخبرات والكوادر في كل المجالات اللي بينطبق عليهم ال4 شروط. اول منصه كورسات اي اي متخصصه في الوطن العربي، هتلاقي عليها نوعين من الكورسات: كورسات عامه لكل الناس زي ازاي تستخدم شات جي بي تي، برومبت انجينيرنج، وهتدي لك مدخل لعالم الاي اي. ثم بقى النوع الثاني وده الاهم، كورسات اي اي متخصصه في يوز كيسز معينه في المجال بتاعك. هتلاقي مثلا اتش ار خبره في الاتش ار ثم درس الاي اي وطبقه وبيشرح لك ازاي تطبق الاي اي في التوظيف. هتلاقي مهندس درس بروجرامنج ثم درس اي اي بيشرح لك اليوز كيسز بتاعه الفايب كودينج. هتلاقي حد خبره ماركتنج وتعلم اي اي بيشرح لك ازاي تعمل لاندنج بيجز بالاي اي وغيرها. ناس خبره في التدريس درست اي اي بتعلمك ازاي تذاكر بالاي اي، وهكذا بقى في كل المجالات. فانت لو مش هتتابع غير المنصه دي في الاي اي انت مش محتاج حاجه ثانيه. الاجمل بقى ان انت مش هتشتري كل كورس لوحده لان المنصه كامله باشتراك واحد بس، وبسبب انطلاق المنصه ففي عرض خاص جدا خصم 30% على الاشتراك السنوي، وده عرض لا يقاوم لانك هتشترك دلوقتي بارخص سعر للمنصه ومع ذلك هيتفتح لك كل الكورسات الجديده اللي هتنزل على المنصه. بس خصم 30% شغال لمده 3 ايام فقط. لو انت بجد عايز تتعلم الاي اي في مجالك وتطور نفسك وتحافظ على شغلك في عصر خطر الاي اي فالحق العرض قبل ال3 ايام ما يخلص. المنصه اسمها تعلم اي اي، ولو عايز رابط المنصه سيب كومنت وهبعته لك في رساله. لايك فولو شير. كان معكم هاني شاكر حسن شحاته.